مشاهدينا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه التغطية الخاصة لجريدة الجيل الجديدة للجمعية الخيرية نبض الخير. هذه الجمعية اللي سبق وزرناها من قبل في الحملة التضامنية اللي قامت بها على مستوى الولاية، وذلك بتوفير أكثر من 1,000,000 كمامة وتوزيعها مجانا على المستشفيات خلال مرحلة كورونا. اليوم عودنا رجعنا للجمعية الكائن مقرها بحي طالب مختار بكوشوفالي جيجل، وهذا للتعريف بأهم الأهداف تاع المسطرة خلال المرحلة القادمة إن شاء الله. مختلف المشاتي يعني خاصة يعني بنياجي استكسانا الجملة، يعني كاين حالات لا اله الا الله محمد رسول الله. ماذا بيا انا السلطة تتجه هي يعني فيها جمعيات راهي شركات تخدم. ماذا بيا شغل نوحدوا الجهود بيناتنا مهما كانت اختلاف الاسماء تاعنا، من الاهداف المنشوده راهي وحده. ماذا بيا الجمعيات يتحدوا كامل، يكون تنسك بيناتهم باش نحاولوا نغطيو اكبر عدد من الحالات، لانه نعاودها جيجل راهي منطقة ظل بامتياز. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال، أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمالنا وبها معنا سيدة أحلام رئيسة الجمعية الخيرية نبض الخير. أهلا وسهلا سيدتي. أولا سيدتي ممكن تعرفي لنا وتحكي لنا كيفاش بدأت فكرة إنشاء هذه الجمعية؟ السلام عليكم ومرحبا بكم عندنا هنايا. جمعية نبض الخير وفاء جيجل قبل ما تكون جمعية كانت عبارة عن مشروع تحت غطاء عدة جمعيات وطنية وولائية من سنين. الفكرة انطلقت 2014 تقريبا 2013، ومن ثم هي كمشروع حتى استقلينا العام الماضي كجمعية ولائية ذات مشاريع وأهداف خيرية على المستوى الولائي، وإن شاء الله فيها بعد وطني إن شاء الله مستقبلا. إن شاء الله. سيدتي أهم الأهداف المسطرة واللي سطرتوها من خلال هذه الجمعية الخيرية؟ من خلال هذه الجمعية عندنا عدة أهداف، أهمها كفالة الأيتام، خدمة المرضى ومساعدتهم إما في العلاج ولا في الوسائل ولا في عدة أمورات، الحملات التضامنية كما نقولوا احنا بالدرجة المشتات المعزولة مناطق الظل، لأن ولاية جيجل يعني هي كولاية تعتبر منطقة ظل بامتياز، يعني منطقة تحتوي على عدة مناطق تاع نقولوا تحت الفقر. عندنا المساعدة تكون الفئات الهشة بكل اختلافاتها. عندنا المشاريع ثقافية مازال ما انطلقناش فيهم إن شاء الله مستقبلا. حاليا الجمعية راهي مبازية غير على الأعمال الخيرية إن شاء الله مستقبلا. شفناكم مؤخرا في بنياجيس في حملات تضامنية. هذه الحملات تقوموا بها من قبل ولا تسطروها في برنامج سنوي؟ هي الحملات التضامنية لا يعقل أن تكون ذات كما نقولوا حملات شهرية ولا مبرمجة، لأن احنا كنا نعاودها لك جيجل هي منطقة ظل، يعني عائلات ولا مشاتي ولا مناطق كثيرة تعاني الفقر وتعاني يعني راح نقول من خلال احتكاكي في الميدان بالعائلات كاين يعني حالات العين تدمي منها. لذلك احنا لا يمكن ان نؤطر حملات موسميه او غير ذلك. احنا كجمعيه مؤطرين زيارات ولا التعاملات تاعنا هذه والخرجات بشكل سنوي دائم، يعني حتى نوليو المساعدات بالكفه بالمواد الغذائيه ولا بالالبسه ولا هذه مؤطرينها بشكل دائم، يعني ماشي اوجه رمضان اوجه يعني موسميه ولا بالاعياد ولا لا. احنا جمعيه نبض الخير العمل تاعها بشكل دائم ميداني محض. خلال الدرجة تاعي الصغيرة مع أعضاء الجمعية قالوا لي الناس اللي راهي يتبرع بصفة دائمة، وهذا يدل على أن الجمعية راهي تنشط في كل الأوقات وفي كل المواسم. نعم، احنا عندنا محسنين كل شركاء اجتماعيين دائمين من مدة كاين عندنا شركاء أكثر من 10 سنوات هم معنا يتابعوا فينا،
يعني ربي يجازيهم من هذا المنبر، نقول لهم اكثر من 10 سنوات، اكثر من 10 سنوات عندي يعني محسنين او شركاء اجتماعيين دائمين معي يتابعوا في العمليه تاع الجمعيه. ونقول لك يعني هما بحكم انه ما عنديش ايرادات او اعانات من الدوله حاليا، ما عندي حتى اعانه الا الاعمال تاعي او الاعمال تاع المجموعه او الجمعيه او الاعضاء كامل من الشعب والى الشعب. يعني وهذه هي مبدا الجمعيات، يعني هذه تاع باش سي فري ما نسمش انا الدوله، لانه انا جيت كشريك للدوله نتعامل نحاول نسد الثغرات اللي يخليوها بلا ما نحكيو في الامورات هذو. جينا سدوا الثغرات، ما نزيدوش نديروا عاهات على الدوله. ما فكرتوش تفتحوا فروع في مختلف البلديات على مستوى الولايه؟ سي عندنا بربي ان شاء الله نورمالمون في الطاهر عندنا فرع رانا في التحضيرات. ما كتبش ربي، كانت نورمالمون مده شهور بصح ما كتبش ربي، ولكن فيها مشاريع اخرى تخدم الطفل رايحين ننطلقوا فيها. وعلى مستوى الولايه ثم تكون الفروع اما في فرع الاعمال الخيريه على مستوى الولايه ان شاء الله راح نديروا نكونوا مقاطعات باش ما تكونش فروع، نديروا مقاطعات على مستوى الولايه باش تكون العمليه مركزه وتكون العمليه منظمه. وفيه مشاريع خاصه بنادي الطفل هذا راح تكون ثاني على مستوى الولايه ان شاء الله. وفيما يخص العائلات يعني عندكم احصائيات خاصه بهذه العائلات المعوزه ولا كل مره ديروا لا ميزاجور تاع العائلات؟ لا شوف، حنا عندنا الحالات الثابته كما نقولوا، وعندنا الحالات المؤقته، حالات الاستعجاليه والطارئه. عندنا هذو الحالات نكونوا فيهم متابعه لمده معينه وتستقل مننا العائله. عندنا المشاريع التنمويه في اطار العمل الجمعوي، عندنا بزاف ناس عاوناهم بفضل المحسنين ربي يجازيهم. خلقنا لهم مشاريع استقلوا مننا وعادوا ولاو هما محسنين معنا، عادوا هما يستوعوا معنا. مثلا كاين بزاف خياطات وفرنا لهم ماكينات خياطه، كاين اللي في الخضره، كاين اللي في سمات. حاولنا نقوموا بمشاريع تنمويه تخلي الفرد هذا فعال في المجتمع، تخليه فعال، تخليه يقدم مردود للمجتمع وللجمعيه ومنطل اللي عاونته، لانه المحسنين هادو ماذا بهم يشوفوا ملموس، فهمتني؟ خاصه في العمل التنموي، لانه احنا من بين الاهداف تاعنا التنميه باش نخليو حنا الفرد دائم هكذا ديما حنا نعاونوه هنا. عندنا الحالات الدائمه ولا كما الايتام، عندنا كفالات حاليا مازال ما لحقناش للهدف المنشود، ولكن كي تعود عندك 6 كفالات دائمه الحمد لله. دوك عندنا مساعده المرضى هذه بالاجهزه، عندنا الاجهزه اكثر من 10 كراسي متحركه راهي في خدمه المواطنين، في خدمه المرضى. عندنا اجهزه التنفس من وقت الكورونا، لانه احنا خاصه الوقت اللي تعبنا فيه المومو تاع الكورونا. راني رايح ليها استاذه. نرجعوا عام ولا عامين من قبل فتره كورونا، سمعنا وغطينا، كنا في تغطيه خاصه للحمله التضامنيه الكبيره اللي لقات صدى كبير، اللي صنعتوا من خلالها وانتجتوا اكثر من 1,000,000 كمامه وتم توزيعها على مختلف المستشفيات على مستوى الولايه. تقدر تحكي لنا على المبادره هذه؟ الفكره هذه تاع الكمامات انطلقت من فكره تاع شخصين. دخلنا المحل صبناهم يبيعوا في كما نقولوا تجاره في وقت ما لازمش نتاجروا، لازم يكون فيه نقولوا بالمناسبه وزعتوهم مجانا اكيد. انطلقنا، كانت عندي انا ورشه الخياطه، وانطلقنا شرينا انا والزوج القماش، وكان عندنا مام في الورشه. انطلقنا انا وياه في الورشه وطرحنا الفكره على كيف صبحت اكثر من 15 شخص معنا. خدمنا لمده 2 شهرين متتاليين، ومن بعد ولينا في انقطاع شغل نخدموا على حساب، لانه نقص الماده الاوليه كان التمويل من الشعب والى الشعب. غطينا ماشي غير الولايه، خرجنا لعده ولايات، ميلا، البليده، الجلفه، يعني عده ولايات. والقطاعات اللي غطيتوها، القطاعات اللي غطيناهم هنايا القطاعات الامنيه بكل اجهزتها، قطاعات المستشفى تاع جيجل وكل المستشفيات على مستوى الولايه، يعني قطاع الصحه على مستوى الولايه كامل. عده مؤسسات الاعلام والاتصال، التربيه كانت منقطعه، ما نقولوش في هذيك الفتره، كان يعني للشعب نهضروا بهم الشعب. جمعيات عديده ما نسميش، ولكن كاين عده. عندك البورت تاع جنجن، عندنا
عدة مؤسسات يعني بكل توجهاتها. ربي يأجركم إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. ربي يأجركم. أستاذة، ونحن على مشارف شهر رمضان المعظم، يعني ما هو برنامجكم المسطر خلال هذه الفترة إن شاء الله؟ كما قلنا احنا على طول السنه عندنا مشروع مؤطر، يعني مسطرينه وحاطينه، يعني الكفه كي نقولوا كفه رمضان تكون شويه سبيسيال برك في الفتره تاع شهر رمضان، لانه احنا الكفه على مده على مدى السنه نقولوا، لانه كنت عندنا حالات ثابته نتابعوهم على السنه طول السنه نقولوا. الحاجه اللي مبدله برك في رمضان حنا عندنا الكفه بالاضافه الى البكره. العام الماضي استطعنا نوفروا بكرة بفضل المحسنين، ذبحناها ووزعناها على عدة عائلات، وكذا كاين اللي ساهم بالدجاج تاليك. وعندنا الكفة هذيك، الكفة تكون شوية مختلفة، تكون أمورات زايدة فيها. هذه هنايا نستغل الفرصه ونطلب نطالب المحسنين انه يوقفوا معنا، ممكن بالك تكون فيه اعانات ونديروا اكثر على بكره ونعاونوا الناس اكثر. عندي ثانيك المشروع اللي داخل في رمضان، الافطار لمرضى داخل المشفى درناها العام الماضي، والعام هذا ان شاء الله راح تكون ثانيك افطار يومي ولا افطار؟ العام الماضي كانت افطار بشكل غير يومي، اسبوعي نقولوا مره في الاسبوع للمرضى ومرافقهم وبعض العمال. العام هذا ثاني باذن الله تكون. نتمنى من المحسنين ثاني يعاونونا وفي هذه الفتره خاصه، لانه يعني حالات يرثى لها. حبيت نتكلم في خلال هذا الحديث الشيق على مرضى السرطان اللي راهم في معاناة كبيرة في هنايا، خاصة في نقص الأدوية. لاشيميو ديما ما كانش، يعني بدهم يجيونا حالات ليزوردونانس، الدواء الأدوية غاليين، يعني حالات ربي يلطف بهم. خاصة احنا منظمين واحد الزيارة بشكل غير دائم، نقولوا مرة في الأسبوع إلى مرتين في الأسبوعين في الشهر زيارة، نقدموا لهم وجبة غداء للمرضى كمساعدة نفسية، دعم معنوي هكذا للمرضى. ديما نلقاو هذا الإشكال تاع إنه ما يقدروش يخدموا، يا إما اليرام يا سكانر يا الدواء ما كانش. ماذا بيا تكون فيها تسهيلات في هذا الجانب، ماذا بيا يكون فيها دعم من المؤسسات الخاصة، خاصة بالأشياء الخاصة بالأشعة هذه. يعني مهما تكون ظروفهم جد راهي تعاني في صمت، خاصة من نقص الدواء. وإحنا المشكل إنه الدواء دوكاتي كاين أدوية راها تجي من الخارج، ومع هذا النقص يعني والله قبل أيام عندي أكثر من 3 وصفات لمرضى السرطان، خاصة أريميداكس هذا خاص بمرضى السرطان. ماذا بيا شغل يكون تسهيلات في الدواء باش يدخلهم باش واش راح نقول لك. اعضاء الجمعيه ولا ليكيب تاعي كيما نقول ولا خوتي، مهما نقدم لهم الشكر ما نقدرش نقدم لهم، لانه بالك انا يعرفوني في الواجهه، هما خلف الستار يعني يتعبوا معايا يخدموا معايا، ما في الحملات ما في اي حاجه في رمضان. فكاين كيما الاخ محمد رمضان انا نسحكو نوجدوا له الفطور، هو يجري يوزع ما يفطرش في الدار، يفطر في الطريق. يعني الاخوه زكي الزوج الكريم يعني ربي يجازيه لانه متعباته فوق الحساب، هو ربي يجازيه يعني انسان ان شاء الله. حنا الدنيا هذه كما كيقولوا للفناء، ماذا بينا حنا نموت والاثر يبقى يستمر المشروع، لانه المشروع هذا سمي على انسانه كانت فاعله خير. ماذا بينا يستمر، نموتوا حنا ويقعد هو، يلا يرحمها ان شاء الله يا ربي، ربي يرحمها ويجعلها في الفردوس الاعلى. ماذا بيا يستمر العطاء باسم كل المحسنين وباسم، لانه مهما كان باسمها ولا هو يحمل مشاريع واهداف لعده محسنين. والدليل انه احنا مستمرون لاكثر من 10 سنوات بفضل دعم المحسنين، ربي يجازيهم وربي يجازي ليكيب تاعي، والفضل الاول والاخير لربي سبحانه. نتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى انا نفضل خير حتى ولو كان نموتوا، نتمنى يحملوه للاولاد اللي جايين والاجيال اللي جايين مورانا، وربي يجازي دائما ينبض اكيد، وربي يجازي كل الجمعيات الشركه في معنا في المجال الخيري ويوفقهم كامل. يعطيك الصحه، الله يسلمك، يعيش ربي يجازيك، ونلتقي في ساعه الخير ان شاء الله، وربي يجازيكم. الله يسلمكم وبارك الله فيكم على الزياره.
نقدم لكم الشكر لكم انتم كجريده جيج الجديده اللي راني نشوف فيكم انتم ثاني راكم تدعموا في الشباب في الفئات هذه. ربي يجازيكم انتم ثاني وبالتوفيق لينا وليكم ان شاء الله.